صحيح. فهذا أنت تقدمه بحب. نعم أيوة. أنت تقدمه بحب ولا تطلب من أحد شيء. ليش؟ لأن أنت لما تقدم الحب لوطنك، إلى بلدك، إلى كذا، نعم. هذا أجمل شيء أنت ممكن تقدمه، ويدخل عليك السعادة والسرور. نعم. فعلى كل حال من ضمن الأشياء الجميلة أبو عبد الله، أنا أروح السوق وأشتري الأشياء هذه، لأن بعض الأحيان يجوني زوار هدايا من السوق، فأقول لهم والله عندي أشياء زي هذه، أنا أشتريها وأجيبها أبيع عليكم. لأن يجوا أجانب. أي نعم، يجوا أجانب يسألوا. وهذا ما يقدروا يلاقوه في كل وقت. صحيح. هذا لازم في وقت محدد، لازم زيارات خاصة. هذا طلب. أي فأروح أجيب أشياء كذا وحطاني، لا أحد جاني. وإيش فكرة هذه اللوحة أبو محمد؟ فكرة هذه اللوحة ممتاز. قلت لي الحين أجاوب. نعم. فكرة هذه اللوحة الجميلة اللي فيها لمسات كثيرة جدا، لمسات فنية ولمسات خط ولمسات ذوق فني. زين. لوحة إبداعية من مرسلك الخاص بسنابس الخير. رأينا عندك الكثير من اللوحات الفنية واللوحات التراثية والأشياء اللي تمثل موروث المنطقة وتمثل الفن والذوق الرفيع في المنطقة الشرقية، وأنت من رواد هذا الفن وهذا الذوق الرفيع. احنا سعدنا كثيرا بهذه الزيارة. مرسم المحبة والسلام. وبالفعل كنا اليوم في حديث جميل مع أصدقاء الجرداسي، الله يسلمك، وأصدقاء الجلسة الجميلة. وفكرة اللوحة سألتني قبل شوي. نعم، فكرة جميلة هذه. هي فكرة اللوحة كيف يكون الفن جسر للتواصل مع شعوب العالم. ما شاء الله. بديت في هذه اللوحة من العام 2005 ما شاء الله إلى اليوم. كل يوم لوحة جديدة، كل يوم حدث جديد، كل يوم في مناسبة عالمية أو وطنية. نعم. أنا خصصت إليكم هذا الطير. نعم. عليك يجنن يشبه لون عزيز. أنا حطيت لك لونين بس. نعم. زين. الأبيض والبرتقالي، تبغى غيرهم؟ لا، احنا بكثر ما نشاهد الطيور الجميلة في وهي تسرح وتمرح حرة. نعم. طليقة في النخيل. نعم. وفي البساتين وفي المزارع، وبين أيضا مجاري المياه. نعم. وأغصان الأشجار. هناك ألوان كثيرة إلى الطيور. نعم. ليس هناك لون واحد، ولكن دائما في استخدام الألوان الزيتية أو المائية أو الأكريليك، يعني أنت تختار اللون. نعم. أنا اخترت اللون البرتقالي والأبيض لسببين. نعم. السبب الأول أن هنا طير أزرق. نعم. والمساحة كلها خضراء. نعم. فعلشان أنا أكسر الفراغ. نعم. لازم أحط لون تضاد. نعم. فالتضاد كان هو البرتقالي والأبيض. لأن البرتقالي في هذا المساحة بيكون شوية بارز. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني. نعم. أبو عبد الله بيكتب لنا اليوم كلمة حلوة عن أي شيء يحبه. اليوم يوم الحب أبو عبد الله 14. نعم. يوم الحب. نعم. وممكن نكتب حبنا للوطن. حبنا للوطن. نعم. قريب التأسيس. واليوم نكتب عن التأسيس. وفيها اللي هو طائر اللي يسموه أي فراغ. الفراغ هنا. أنا حين لا، في عندنا طائر اسمه طائر الشول، ومفردها شولة. الحين هذا اللون البرتقالي هو لون الشولة. نعم. هو طائر مستوطن في طائر جميل. وبدأ الحين في الاندثار من المنطقة. هذا يمكن. زين. أبغى أخربشه بس. تبغى تفكر. هو طائر جميل جدا، وكان يعشعش بين. على فكرة هو يحاول يشوش تفكيرك علشان ما تعرف تكتب. ايه فانت الحين كل في بالك الحين الطير ويش اسمه؟ الشولة. شوف لما يتكرر عليك كلمة الشولة بس لا تكتب الشولة هني. الشولة ترى من الأنواع. شوف طائر الشول. لا، وين نكتب الكلمة؟ الشولة مجموعة أيام في السنة تمر يسموها الأنواع دي.
هي مستوطنة عندنا في المنطقة. لا ما اتكلم عن الطير واسمه أنا. انا ابغيك تكتب لك كلمه. ابو سعيد. ابو سعيد. اجت شولة ابو حسين. ابو سعيد شاعر ترى. نعم، وانا بالف الجوال عشان اوجهه عليك. ابو سعيد يصورنا وبعدين نصوره احنا. اوكي. لازم احنا نطلع له ايضا. هذا طائر الشولة خلاص نعتمده طائر الشولة ابو حسين. نعم. شابه ابو حسين. ما شاء الله عليك. فنان. من زمان غيره، بس تارك الالوان والفرشه. الله يحفظه. واتجه الى النخيل. اي والله. بس يشيدنا كثيرا الفن التشكيلي. اقدر اقول اسسوا فبنينا ممكن. ممكن. كلمة جميلة ابو. انا ادور قلم بعد واكتب هنا. ساعد. وإيش بكتب؟ هذا بكتبها. الله يسلمك. بالحب نقدر. ابو عبد الله، شكرا لاشتراكك ويانا في هذه الزياره اللطيفه والجميله. الله يعطيك الصحه والعافيه. سعدنا بلقائك ابو عبد الله حقيقه. الله يسلمك. انا احول الشكر اليك انت. الله يسلمك اللي اعطيتنا الفرصه. ابو سعيد، شكرا لمشاركتك في هذه الزياره اللطيفه والله حاضرين والابداعيه. حياك الله ابو سعيد. حاضرين اي محل. ابو سيد محمد مشكور ما قصر. ابو محمد مشكور ما قصر. شكرا على هالضيافه انك وهذه السعاده. زياره. الله يسلمك ان شاء الله تعالى. حياك الله.